فيديو النهاردة هنحضر فيه البسبوسة بطريقة الحلوانية، الطريقة الأصلية اللي بيحضروه بيها، يعني من غير بيكنج باودر ولا حليب ولا زبادي ولا بيض ولا كل الكلام ده، بالمية وبالمية وبس. ومكون سحري هقولكم عليه واحنا شغالين، وده سر التماسك وسر اللون الجميل اللي من فوق ومن تحت. بجد طعمه كأنك بتاكلي حتة زبدة دايبة ومرملة، وطعمها بجد خرافة. لايك وشير كتير قوي للوصفة عشان يعني الفيديو يرفع ويوصل أكبر عدد من الناس والكل يستفيد. يلا بينا نبدأ في المكونات. أول حاجة هجهز صينيتي، والصينية بتاعتي هنا مقاس 30، حطيت فيها معلقتين من السمنة، هعمل لها كفر كده وعلى التلاجة مباشرة. مكونات البسبوسة معايا: كوباية الا ربع سكر، كوباية الا ربع من المية، وكوباية الا ربع من السمنة. وكمان أهم مكون اللي قلتلكم عليه سر اللون والقوام والتماسك هو معلقتين العسل جلوكوز، دول ضروري لا غنى عنهم، ما ينفعش نبدلهم بأي حاجة أو نستغنى عنهم، ضروري جدا. هننزلهم كده. المية طبعا بدأت تدفى كده وتعمل بقبقة خفيفة كده على من الحروف كده. هطفي عليها النار وافضل اقلب فيها، لان انا مش عايزه يعني بقع من السمنه كده طايفه على الوش، ولا الميه تكون فاصله عن السمنه. انا عايزاهم الاتنين خليط واحد. كمان هفضل اقلب لغايه ما تبرد، لانها كانت دفت مني شويه، او يعني دخلت في السخونيه مني شويه، فهفضل اقلب فيها. السكر يدوب، عسل الجلوكوز يدوب، والميه والسمن يكون واحد. في المرحله دي انا مجهزه نص كيلو من دقيق السميد او السمولينا او البسبوسه الفرط، اي اسم من التلاته هو ده. بنجيبه من السوبر ماركت، من مستلزمات الحلواني، اي مكان. باخلطه كده خلطتين تلاتة كده، ما اكترش في اللي هي ما بتتعجنش اصلا، بالمعلقه كده وبقلبها تشرب السوائل وكده تمام. هكون الصينيه بتاعتي اتشمعت كده في التلاجة، واحط المكونات بتاعتي كلها انزلها. طبعا انا بشغل الفرن من قبل اي حاجه خالص خالص على درجه حراره 180. يعني من قبل ما ابدا في الوصفه اصلا بشغل الفرن على درجه حراره 180. وخبطتين تلاتة كده. الاول المفروض ان انا اقطع البسبوسه، يعني انا استعجلت وزينتها بسرعه، بس هو في الاساس لازم اقطع الاول البسبوسه. طبعا انا ما بقطعهاش للاخر، انا برسم كده ان انا مقطعاها، يعني برسمها من فوق كده، ما بوصلش بالسكينه من تحت. بتاخد معايا في التسويه حوالي من نص ساعه لتلت ساعه. وفي الاخر بشغل لها الشوايه اخر 3 دقايق، وانا مشغله لها الشوايه بجري اعمل الشربات بتاعها بسرعه كده. كوبايه ونص من السكر، كوبايتين من الميه، وعليهم عصير نص ليمونه. ما عنديش بقى ظرف فانيليا، فحطيت نص ليمونه، وفي الاخر لقيت ظرف الفانيليا. يلا مش مشكله، لو موجود عندكم استخدموه، مش موجود زي كده حطوا نص الليمونه كامله. طبعا صبيتها شربت كل شرباتها وغطيتها، ضروري الخطوه دي ضروري نغطيها. وكمان لو عندك معلقه سمنه بلدي كده حطيها في الشربات وهو سخن كده، اسقي بيها، بتدي لمعه حلوه للبسبوسه وطعم وريحه يجننوا. بصوا بقى، اول مره بجد هتدوقوا بسبوسه بالجمال والعظمه دي زي المحلات الحلوانيه، وعايزه اقولكم ان هي كمان اطعم منها. يعني انا ما ببالغش في كلامي ابدا، عن تجربه شخصيه للمكونات دي. هي دي انجح وصفه للبسبوسه. يعني لو بتعملي البسبوسه بيكنج باودر بطليه، لو بتعمليه بحليب كمان مش هيبان، ده طعمه تحفه جدا يا جماعه، وكانك عاملاها يعني زي اكبر محلات الحلوانيه. لايك كتير وشير كتير للوصفة. اتمنى يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وهستنى رأيكم في الكومنتات، واي اسئلة او اي حاجة نسيت اقولها لكم في الفيديو اكتبوا لي كومنت وهرد عليكم على طول. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وانبسطتوا من لايك وشير كتير للوصفة، وكنت معاكم وعلى تهاني.